بالعجله وبالخيل وبمركب صغير رحلات الحج الغريبه والملهمه في موسم الحج السنه دي. من المانيا بدا شاب تركي رحلته لمكه المكرمه لاداء مناسك الحج في رحله خدت منه شهر ونص عملها لوحده مع عجلته، وقال ان فكره الرحله جت من انه كان بيمر بظروف نفسيه صعبه، فقرر يخوض رحله فيها هدف عظيم ومفيش اعظم بالنسبه له كمسلم من زياره الكعبه، فقرر يخوض مسافه 6500 كيلو متر عشان يتقال له يا حج. اما في اسبانيا فقرر 3 اشخاص يروحوا الحج بالخيل في رحله امتدت 8 شهور ومسافه 8000 كيلو متر، خدوا فيها دعم كبير من كل المجتمعات الاسلاميه اللي عدوا عليها في الطريق لمكه، وقالوا انهم خدوا على نفسهم عهد بالسفر لمكه بالخيل زي ما كان اجدادهم في الاندلس بيعملوا زمان، وخاضوا في الرحله دي 8 خيول عربيه اصيله متدربه على الرحلات الصعبه، ومعاهم 2 مرافقين، واحد من موريتانيا وواحد من المغرب. من لندن لمكه اختار 6 متطوعين ان رحلتهم تبقى بمركب شراعي علشان يوصلوا مكه بعد 59 يوم، وبعد رحله بقاء تحت رياح وصلت سرعتها ل 40 عقده وموج ارتفاعه 7 اقدام. مش بس كده، ده مولد الكهرباء عطل وجهاز الراديو البحري عطل، يعني لا كهرباء ولا تواصل، ومع ذلك قرروا يكملوا عشان يحققوا هدفهم هو الحج، اضافه لجمع تبرعات هتروح لجمعيه خيريه لرعايه الايتام. ال3 رحلات اختلفوا في الطريقه لكن الهدف واحد، حج بيت الله الحرام، وكمان توثيق رحلتهم على السوشيال ميديا علشان يبقوا ملهمين لكل المسلمين.